الا بغيتي تخسر الدهون كتر، واش خصك دير تمارين المقاومه عاد دير الكارديو، ولا دير الكارديو عاد دير تمارين المقاومه؟ كتب لينا في لي كومونتير شنو كتظن باللي صحيح فيهم، وندوزو دابا للدراسه اللي غتبين لنا الفرق. المده ديال هاد الدراسه هي 12 اسبوع، وداروها على 45 شخص كيعانيو من السمنه، عطاوهم يترينيو كاملين 3 ايام في السيمانه. الفرق اللي داروا ليهم هو قسموهم على جوج، مجموعه عطاوهم يترينيو الكارديو قبل من رفع الاثقال، ومجموعه عطاوهم يترينيو رفع الاثقال عادي يديروا الكارديو من بعد. وغادي يعبروا ليهم شحال نسبه الدهون عندهم، وشحال نسبه العضلات عندهم، وشحال القوه ديالهم، والفي او 2 ماكس اللي كيعني العبار ديال اللياقه ديالهم. وخداو عبار اخر كيتسمى الام في بي اي مودريت فيجورس فيزيكال اكتيفيتي، اللي كتعني المجهود المبذول خلال اليوم، وشي عبارات اخرين لا داعي الى ذكرهم. عاود تاكد من الجواب اللي حطيتيه في كومونتيرات، وقول لي شكون اللي بان لك غيخسر الدهون اكثر، واش اللي داروا كارديو قبل ولا اللي داروه من بعد. والجواب هو ان الناس اللي داروا رفع اثقال او تمارين مقاومه قبل عاد داروا كارديو، فبانت عليهم نتائج احسن بزاف من الناس الاخرين، نقصوا الدهون اكثر وزادوا عضلات اكثر، وهذاك الفي او 2 ماكس اللي كيعني اللياقه تزاد عندهم مزيان، والام في بي اي حتى هو كان احسن، وكل شيء عندهم كان احسن بزاف من الاخرين. الوغ شنو غنستافدوا من هذه الدراسه؟ بكل بساطه هو كما كان الهدف ديالك، الا كان خاصك دير تمارين المقاومه والكارديو ديما خلي الكارديو هو الاخر. نتمنى نكون افدت. انا مرتي ديال الكوتشين، وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معك يونس.